الفرق بين نور الشمس وضوء القمر زي الحرارة والبرودة بالنسبة لي. لما بحس إن في ضوء قوي بيحوطني وبيدفي المكان أعرف إن الشمس طالعة، وأول ما بحس بالبرودة بعرف إن القمر طلع في السماء اللي أكيد ضلمت دلوقتي عشان تستقبل الليل. دي نظرية بسيطة لواحدة كفيفة زيي. عمري ما اعترضت ولا زعلت إن فقدت نعمة البصر من 10 سنين. بالعكس، بحمد ربنا إنه خلاني أعيش 15 سنة وأنا بشوف. ممكن حياتي تكون اتوقفت في لحظات الحادثة، بس بعد كده رجعت أمارس حياتي بشكل طبيعي، رغم إن ظهر عندي شوية ضغوطات ومشاكل، إلا إني مع الصبر والمحاولة بعيش أسعد لحظات حياتي. وعشان تعرفوا كل اللي حصل لازم تعرفوا حكايتي في الأول. أنا غصون، بنت من أسرة بسيطة، وعندي 25 سنة، وزي ما عرفتوا إني كفيفة بسبب حادثة حصلت لي من وأنا عندي 15 سنة. كنت بجيب طلبات لماما من المحل على ناصية الشارع، وأنا راجعة وبعدي الطريق ما خدتش بالي من الباص اللي معدي، وما حسيتش بعد كده غير ضلمة سكنت جواها لدرجة إنها بقت جزء من حياتي، وابتديت أعيش حياة جديدة وغريبة عني، حياة بشكل مختلف. كانت إيدي هي العيون اللي بشوف بيها، وصوابعي هي اللي بتكتشف بيها الشيء اللي قدامي. وقعت كتير واتوجعت، بس صبرت وكنت بكافح عشان أقدر أتعود أشوف وأنا كفيفة، لحد ما حفظت البيت وعدد السلالم، وتعودت إن أعمل كل حاجة وأنا كفيفة. في البداية كانت مشاكلي بسيطة، لكن بعد كده كانت صعبة قوي لما أمي ماتت وبقيت عايشة لوحدي. وهنا كان الاقتراح المتوقع إن أعيش عند خالتي أو عند عمي. بصراحة ما حبيتش أكون عالة على حد أو أشيل حد مسؤوليتي، بس مع إصرار خالتي وافقت ورحت عشت عندها. خالتي كانت بتعاملني زي بنتها بالظبط، وده اللي خلاني أقنع نفسي بإن أفضل عندها وفي بيتها، لحد ما حصل شيء خلاني انسحب بهدوء وأصمم على رأيي بإني أعيش لوحدي. كنت قايمة بالليل عشان أجيب مية من المطبخ لأني عطشانة، وسمعت ابن خالتي وهو بيزعق لها وبيقول: مستحيل أتجوزها يا ماما، بطلي تضغطي عليا. ردت عليه خالتي وقالت له: يا ابني، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي زيها، ومهما كانت دي بنت خالتك وعارفينها وعارفين أخلاقها، مش زي بنات اليومين دول. صرخ فيها وهو بيقول: كل ده عارفه، بس أنا ذنبي إيه أتجوز واحدة عمية؟ وبعدين أنا عايز واحدة تخدمني وتشوف طلباتي، مش أنا اللي أخدمها. قلبي اتوجع قوي من اللي سمعته. أنا عمري ما حطيت في بالي إني ممكن أكون في يوم زوجة، ولا عمري تخيلت إن ابن خالتي زوج ليا. بس بالرغم من كده كلامه جرحني. تاني يوم صممت أرجع بيتي، وخالتي حست إني سمعت حوارهم، بس ما حاولتش تفتح الموضوع وريحتني وقالت لي: اللي انت عايزاه يا حبيبتي. ورجعت عشت في أكتر مكان أمان ليا، بيتي اللي حافظة كل شبر فيه. كنت بتصرف من معاش بابا الله يرحمه، وبحاول على قد ما أقدر أوفر عشان ما احتاجش لحد. الوحدة اللي كنت بحس بيها وأنا لوحدي كانت بتقتلني، لدرجة إني وصلت لمرحلة إني عايشة بالنفس اللي طالع وداخل وبس. كل ده كان صفحة جوه كتاب ما يعرفش غير اللون الأسود اللي بقى جزء منه، لحد ما جه الوقت اللي يدخله لون جديد مختلف عنه. وسمعت من جارة ليا إن الشقة اللي قصادنا سكنها ساكن جديد. ما اهتمتش بالموضوع قوي، عادي، البيت كل سنة بيسكنوا ناس مختلفة عن اللي قبليها. ما كنتش أعرف إن مصيري مكتوب بالشخص اللي بقى جارنا، وإنه في رابط غريب بيجمعنا وهو مش. كنت قاعدة في يوم وسمعت صوت غريب جاي من قدام باب الشقة. فتحت الباب وأنا جوايا خوف رهيب. طلعت وأنا بحسس على الحيطة وبرفع صوتي بخوف: مين؟ ما سمعتش أي صوت، وده خلاني أقلق أكتر. بلعت ريقي بتوتر وأنا بحاول أسمع أي صوت أعرف بيه مين اللي موجود. وفجأة لقيت حاجة بتلمس رجلي، وقبل ما اتفزع سمعت صوت قطة. ابتسمت وأنا مش مستوعبة اللي خضني بالشكل ده، هو مجرد قط. وطيت على الأرض وشلتها بإيدي، أخدتها عندي الشقة وحطيت لها أكل
وفضلت قاعدة جنبها. الدقايق دي زرعت السعادة في قلبي لمجرد وجود حيوان بريء جنبي، يمكن عشان الوحدة اللي عايشاها. وعدى كام ساعة وهي معايا، كانت بتدخل ورايا في كل مكان. حسيت بالونس بوجودها. نمت على سريري وهي جنبي، كنت بلعبها وأنا فرحانة بوجودها جدا. وفجأة اتفزعت على صوت باب الشقة وهو بيخبط. قمت من على السرير وأنا بسند على الحيطة عشان أشوف مين اللي بيخبط عليا في الوقت ده. وقفت جنب الباب ورفعت صوتي قبل ما أفتح وقلت مين اللي بيخبط. سمعت صوت لشخص غريب وهو بيرد عليا وبيقول: أنا ريان، الساكن الجديد اللي جنبك. كنت عايز أسألك عن مشمش القط بتاعي، لو جه عندكم، لأني مش لاقيه من الصبح. ابتسمت لما عرفت إن اسمه مشمش، فقلت له وأنا ببعد عن الباب وبدخل الأوضة: أيوة هنا، ثواني وهجيبه لحضرتك. وفعلا دخلت الأوضة وأخدته وطلعت بيه وفتحت باب الشقة واديته القط. بس الغريبة إن مشمش ما كانش عايز يسيبني، كان بيدخل جوه الشقة تاني. والشاب استغرب جدا وقال لي، وكان باين من صوته إنه مذهول: غريبة، أول مرة يتعلق بمكان كده، أنا لسه ساكن هنا من يومين تقريبا. رديت عليه وأنا متوترة من التعامل مع شخص معرفوش. قلت له أنا كمان حبيته جدا وأخدت عليه بسرعة. حسيت إنه لاحظ من نظرات عيني الثابتة إني كفيفة، فسكت شوية وقال لي: طيب خلاص، مفيش مشكلة، أنا ممكن أخده بكرة الصبح. استغربت من الشخص الغريب ده لأنه باين إني بتعلق بالقط بتاعه جدا، وده باين من ريحة مشمش اللي بتدل على نظافته. قفلت الباب ودخلت وأنا سرحانة في الشخص ده، بس منكرش إني فرحت جدا إن مشمش هيفضل معايا. وتاني يوم الصبح أكلته وأخدته ورحت خبطت على باب الشقة اللي قصادي، وأول ما فتح مشمش دخل على جوه على طول، فقال وهو بيضحك: شكله غلبك. رديت عليه وأنا مرتبكة من العلاقة الغريبة اللي جمعتني بشاب بتعامل معاه لأول مرة. لأ بالعكس، هو سبته ومشيت. كنت فاكرة إن برجوع مشمش ليه إن كل واحد هيكون في حاله وده أفضل ليا وليه، بس اللي حصل كان عكس كده خالص. مشمش كان كل يوم بيجيني، كان واخد على الشقة عندي أكتر من المكان اللي قاعد فيه. كنت بفرح جدا لما بيسيبه يجيني، كان هو الرابط الإجباري اللي كان بيجمعني بالجار الغريب. كان بيجيني في اليوم أكتر من مرة يسألني عنه، لحد ما حسيت إن هو ومشمش بقوا جزء من حياتي. وفي يوم كنت قاعدة بسمع الراديو وسمعت الجرس بيرن، فقمت أفتح وأنا متوقعة إنه ريان كالعادة جاي يسألني على مشمش اللي أكيد هيلاقيه عندي. فتحت الباب وأنا بقول من قبل ما نتكلم: أيوة عندي، ومن ساعة تقريبا. ابتسم وهو بيرد عليا وبيقول: معرفش انتي بتعملي له ايه عشان يسيبني ويجيلك كده. رديت عليه وقلت له: مش بعمل حاجة زيادة، هو بس اللي حبني عشان بحبه وبعطف عليه. سكت شوية وقلبه غموض: هو بيحبك عشان انتي حنينة عليه يا غصون. بلعت ريقي بارتباك، دي أول مرة ينطق فيها اسمي. هو عرفه منين؟ أنا تقريبا طول الفترة اللي فاتت ما كانش فيه كلام بينا أزيد من إنه بيعرف إذا كان مش عندي ولا لأ. حس بحالة التوتر اللي أنا فيها ولقيته بيقولي: ما تستغربيش إن عرفت اسمك، أنا بصراحة أعرف عنك كل حاجة. رديت عليه بحدة وقلت له: وتعرف عني كل حاجة من مين؟ قال لي: من البواب. مش الوحيد اللي اتعلق بيك يا غصون، أنا من أول ما شفتك وأنا حاسس من ناحيتك إحساس غريب، ما كنتش قادرة أستوعب اللي بيحصل لي. ولما مش اتعلق بيكي وكان بيجيلك كنت بفرح قوي عشان ألاقي حاجة أشوفك بيها. ابتسمت وأنا بقوله بسخرية: ويا ترى البواب قالك كمان إني عامية ومش بشوف؟ رد وقال لي: كون إنك كفيفة فده مش عيب فيك يا غصون. قلت له: بس بالنسبة للناس عيب، وأكبر عيب كمان، وبيحاسبوك عليه، وكأنك انت اللي قاصد تعيش عمرك كله أعمى. رد عليا بابتسامة صوتها ملموس بالألم وهو بيقولي: يا ريت أقضي اللي فاضل من عمري كله كفيف،
يمكن وقتها كنت أقدر أمارس حياتي بشكل طبيعي. واتنهد بوجع وقال: انت في نعمة كبيرة يا غصون. الحياة اللي احنا فيها بقت مليانة شياطين ومعاصي. العين ما بقتش شايفة غير المحرمات، ويا ريت بتقدر تنسى اللي شافته. يمكن وقتها تقدر تعيش في سلام. حسيت من كلامه إن جواه وجع وسر كبير. أنا عرفت من جارتي إنه ابن راجل غني قوي وعندهم شركات وقصور. طيب لما هو كده ليه عايش في شقة بسيطة زي دي؟ السر اللي ورا الشاب ده. وسألت نفسي السؤال ده. هو أنا مش لاقية ليه إجابة. ما كانش جايلي نوم خالص. كنت زي المجنونة، أبتسم شوية لما أفتكر كلامه وأسرح شوية في الشخص الغامض ده. وتاني يوم فقت على خبط الباب، ولما فتحت ما سمعت صوت حد. طلعت بره، رجلي خبطت في حاجة، رفعتها وقربتها من إيدي فلقيتها ورد ريحته كانت جميلة قوي. صوت مش خلاني أعرف مين صاحبه، بس الأجمل من كل ده لما سمعت صوته اللي خلاني أتجمد مكاني من الصدمة لما لقيته بيقولي: تتجوزيني يا غصون؟ ما كنتش قادرة أنطق ولا عارفة هقول إيه. قرب مني وأنا عاجزة عن إني أتحرك، وقف قدامي وقال لي وهو مبتسم: نفسي أعرف أنتي عملتي فيا إيه. أنا مش من النوع اللي بيقع بسرعة على فكرة. كنت متلخبطة ومش عارفة أرد عليه بإيه. أنا خايفة يكون عايز يتجوزني مجرد شفقة مش حب. اتوترت قوي لما مسك إيدي عشان أحس بقربه وهو بيقولي: صدقيني أنا بحبك وأنا شايفك كاملة مش ناقصك أي حاجة. نفسي أصدقه بس عقلي بيقول غير كده. ما كانش مديني فرصة أفكر ولا حتى أرد عليه لحد ما لقيته بيقول وهو بيدخل شقته: بكرة الصبح هطلبك من عمك، خدي الأمر. وقفل الباب في وشي وأنا واقفة مكاني مصدومة. ضحكت غصب عني ولقيت نفسي بقول وأنا بحضن الورد: مجنون. فتح الباب ورد عليا وقال لي: مجنون بس بحبك. اتحركت منه إن اسمعني، فدخلت شقتي وقفلت الباب وأنا هموت من الكسوف. بس كنت طايرة من السعادة اللي أول مرة أحس بيها. هو فعلا شاريني ومحدش غصب عليه إنه يتجوزني زي ما حصل من ابن خالتي. في إحساس اتولد جوايا جديد. لأول مرة أحط راسي على المخدة وأنا بحلم بشكل الفستان الأبيض اللي مش هقدر أشوفه، وأنا بتمنى أشوف العالم كله بعيون ريان. وتاني يوم طلبني من عمي فعلا، وبعد كام يوم عملنا الخطوبة. كنت أسعد إنسانة في العالم كله. حسيت إن في شخص واحد موجود بس عشان يساعدني ويكون جنبي في وحدتي. بس السعادة دي كان وراها خوف من شيء أنا معرفوش. ريان كان دايما غامض، ما كانش بيحب يتكلم عن نفسه أو عيلته. وفي يوم كنت عند خالتي وراجع شقتي، فتحت الباب ودخلت وأنا مستغربة من ريحة السجاير اللي مالية الشقة. وقفت مكاني وأنا مصدومة من الحركة الغريبة اللي جوه الشقة. وفجأة سمعت صوت شخص غريب وبيقول: انتي بقى غصون؟ بلعت ريقي وأنا برد عليه باستغراب: انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ رجعت لورا خطوتين لما سمعت صوت خطوات بتقرب مني. كنت مرعوبة من الشخص ده. أنا مش عارفة هو دخل هنا ازاي. حتى ريان مش موجود في شقته، قال لي إنه بيزور واحد صاحبه. ما كنتش عارفة أتصرف ازاي. فتحت باب الشقة وكنت هجري على بره، بس لقيت إيد شدتني وقفل الباب وهو بيقول: ما تخافيش، أنا مش هأذيكي، أنا عايزة أتكلم معاكي عن ريان. سألته بذهول وقلت له: ريان؟ هو أنت تعرفه منين؟ سكت شوية وقال لي: أنا والده. رديت باستغراب: والده؟ صوته كان حزين وهو بيقول لي: أيوه أنا أبوه، واثق إنه ما جابلكيش سيرة عني لأنه مش بيتشرف بيا، ومعاه حق في ده. ما كنتش فاهمة هو يقصد إيه بكلامه، فسألته بهدوء: أنا مش فاهمة حضرتك تقصد إيه؟ رد عليا وهو بياخدني لأقرب كرسي وقال لي: عشت عمري كله وأنا بحاول ألعب دور الزوج والأب المثالي، مجرد تمثيل عشان أكمل الصورة اللي الجرايد والمجلات بتكتب عنها. بس في الحقيقة أنا عكس كده تماما.
شخص مستهتر وما عنديش قلب. علاقتي بمراتي متوترة جدا، حتى ابني الوحيد ما كنتش بهتم بيه ولا كنت بعرف عنه أي حاجة أزيد من الفلوس اللي بتوصله كل أول شهر. وأخد نفس وكمل كلامه بوجع وقال: كنت عايش حياتي بالطول وبالعرض، خروجات في أماكن مشبوهة وكل اللي تتخيليه، كل ده وأنا بتجاهل مرض مراتي وحزن ابني عليها، لحد ما اتفاجئت بخبر وفاتها. الصدمة اللي جاتلي ما كانتش أصعب من منظر ابني اللي انهار وكرهني تماما، كرهني لأني كنت السبب في موت أمه. ولقيته بيكمل وبيقول: 5 سنين فاتوا وأنا بحاول أرجعه للبيت، 5 سنين بحاول فيهم أوصله عشان أطلب منه إنه يسامحني. كل ما أوصل لمكانه بيغيره، مش عايز يشوفني ولا حتى يسمعني. وسمعته هو بيعيط وبيقول: ممكن أكون السبب في موت مراتي. كسرة قلبها والوجع اللي كنت بخليها تعيشه في كل خيانة كان كفيل إنه يقتلها، وأنا ما كنتش حاسس بيها. موتها كان صدمة وأكبر ألم ليا. بس صدقيني أنا فقت وندمت ومحتاج فرصة أثبت له فيها ده. عشان كده لما عرفت من رجالتي مكانه مرضتش أواجهه وجيتلك انتي. أنا عارف إنه بيحبك وممكن يسمع منك ويسامحني. يا ريت تتكلمي معايا يا بنتي، وصدقيني مش هنسى ليكي الجميل ده مهما حصل. كنت في حالة من الحيرة، مش عارفة اللي بسمعه ده حقيقة ولا خيال. معقول في إنسان يعمل كده في مراته وابنه؟ بقى هو ده السر اللي مخلي ريان ما بيحبش يتكلم عن نفسه ولا عن عيلته؟ اليوم عدى عليا وأنا بفكر هساعده إزاي. ما هو ريان أكيد مش عايزني أعرف حاجة، عشان كده مش بيتكلم. طب لو عارف إني عرفت هيتقبل ده إزاي؟ عقلي كان هيقف من التفكير، ما قدرتش أخد أي قرار. وتاني يوم ريان كلمني على الموبايل وطلب مني إن ألبس وأنزل عشان نتغدى برا. كنت مرتبكة جدا، لا قدامه بالكلام عن زيارة باباه، بس حاولت قدر الإمكان أسيطر على انفعالاتي. وفعلا لبست ونزلت وخرجت معاه وأنا في دنيا غير الدنيا. ما فقتش غير على صوته وهو بيقولي: غصون، أنا عارف إنك مش بتثقي في حد غيري، وأنا عايزك تتأكدي إن قد الثقة دي، عشان كده أخدت القرار ده. استغربت من كلامه وسألته: قرار إيه يا ريان؟ قال لي وهو ماسك إيدي: أنا ضحكت عليكي، إحنا مش خارجين نتغدى زي ما فهمتك، إحنا قدام عيادة الدكتور عيون، دكتور كبير قوي، أخدت منه ميعاد من فترة والنهاردة ميعاد الكشف. رديت بذهول وقلت له: دكتور عيون؟ مسك إيدي وهو بيقول لي: أنا عارف إنك ممكن تفهميني غلط، بس صدقيني أنا ما يهمنيش في الدنيا دي غيرك، وأمنيتي إنك تكوني شايفاني وشايفة حبك اللي جوه عيوني، عشان كده أخدت الخطوة دي. سكت وأنا بفكر في الفكرة اللي جات لي. أنا عارفة إن ريان بيعمل كده عشاني. رديت عليه بعد ما فكرت كويس وقلت له: وأنا مستعدة أدخل الكشف يا ريان وأعمل العملية، بس عندي شرط. رد وهو مستغرب وقال لي: شرط إيه؟ ابتسمت وأنا بقول له: بعدين هتعرف. وطلعنا عند الدكتور وكشف عليا، وطبعا حدد ميعاد الجراحة اللي نسبة نجاحها ضئيلة جدا. ما همنيش العملية قد ما همني الفرصة اللي جاتلي عشان أخلي ريان يصالح أبوه. وفعلا ابتديت أجهز لخطتي، وفضلت شهر كامل باخد الأدوية، وطبعا كان مش بيفارقني لحد ما جه وقت العملية. كنت في الأوضة قبل ما أدخل غرفة العمليات، ووقتها كان ريان جنبي وبيقولي: ما تخافيش، العملية هتنجح، أنا عندي ثقة كبيرة في الله. قلت له وأنا ببتسم: أنت فاكر شرطي؟ بصلي شوية وقال لي: أيوة فاكر، لما تقومي بالسلامة هعرفه منك. هزيت راسي وأنا برد عليه وبقول له: لا يا ريان، أنا مش هدخل العمليات من قبل ما توافق على شرطي. قال لي بفضول: والشرط ده يبقى إيه بقى إن شاء الله؟ دورت وشي ناحية الباب وأنا برفع صوتي وبقول له: اتفضل ادخل. وهنا دخل والد ريان
وقرب من السرير. كنت بتمنى أكون بشوف عشان أشوف رد فعل ريان في اللحظة دي. كل اللي قدرت استنتجه هو صوته المتعصب لما قال: أنت بتعمل إيه هنا؟ والده رد وقال: أنا جيت عشان أطلب منك تسمعني. زعق فيه وقال له: مش عايز أسمعك. أنت إيه؟ ورايا. اتدخلت في كلامهم وأنا بقول له: هو ده شرطي يا ريان، ومش هدخل العمليات غير لما تسمع والدك عايز يقولك إيه. اتصدم من اللي سمعه وقالوا هو مذهول: أنتي تعرفيه منين؟ قلت له على اللي حصل، وكان شرطي إني أسمعه وإلا مش هدخل العمليات. وفعلا خطتي نجحت لما قعد وسمع والده هو عايز يقوله إيه. بيقولوا إن العتاب بيخفف الأحمال، وده اللي حصل. ريان كان جواه شرخ كبير من ناحية والده، اترمم بعتابه ليه وبسماعه لتبريراته. إنك تبعد وتحكم بالفراق بدون ما تسمع وتعاتب ممكن يخسرك كتير، وأولهم نفسك. وده اللي حصل معاه. هو شاف في عيونه قد إيه هو اتغير، واستنيت أسمع الكلمة اللي اتمنيتها بعد ما والده خلص كلامه، ولقيته بيقوله: سامحني يا ابني. ما سمعتش بعدها غير هدوء، صوته مطلعش، وكأنه لسه بيفكر يسامح ولا لأ. غمضت عيني بيأس من إنه يديله فرصة تانية، وكل ده اختفى بعد ما سمعت صوت ريان وهو بيقوله بعد تفكير: أنا عشت السنين اللي فاتت دي بهرب من مقابلتك عشان ما اسمعش الكلمة دي، عشان ما اشوفكش وانت بتطلب مني حاجة مش هقدر اعملها. انت كنت السبب في حسرة امي وموتها بالطريقة دي، وحتى لو كنت فعلا ندمان فده مش هيغير حاجة من اللي حصلت، لان امي ماتت خلاص. وبلع ريقه بصعوبة وهو بيكمل كلامه وقال له: كنت على طول بدعي ربنا انك تفوق بدري قبل ما تدمر كل حاجة حواليك، وكان اولهم امي. ندمك مش هيرجعها ولا هيخليها ترجع تعيش من تاني. رد عليه وقال له والدموع نزلت من عيونه: بس لو سامحتني واديتني فرصة هتفرح بده جدا، وهي أكيد حاسة بينا. سكت شوية وجاوبه وقال له: يمكن عشان كده أنا هسامحك، يمكن ده يخليها مرتاحة في تربتها. عتاب ساعتين كاملين جاب نتيجة إيجابية بالسماح، ولو كل واحد منهم لسه بعيد ما كانتش هتتولد الفرصة دي. وهنا كان لازم أدخل العمليات عشان أواجه مصيري. بس يكفي إن وأنا داخلة العمليات سمعت دعوة بابا ليا وهو بيقول لي: ربنا ينور بصيرتك يا بنتي زي ما نورتي حياتي برجوع ابني لحضني. ابتسمت بأمل وكنت على ثقة إن دعوته هتتحقق، وعملت العملية وفضلت فترة في المستشفى لحد اللحظة الحاسمة اللي هتحدد النتيجة. التوتر والارتباك اللي سيطروا عليا كانوا هيوقفوا ضربات قلبي، وخاصة لما الدكتور قرب مني وهو بيشيل الشاش الأبيض من على عيوني. ورغم إني شاله كله إلا إني فضلت مغمضة عينيا فترة عشان أستمد القوة للمواجهة. وأول ما الدكتور طلب مني أفتح عيوني حسيت بوجع رهيب بيضرب في عيوني. قفلتهم بسرعة وأنا بحاول أفتحهم تاني. نور شديد كان سادد عيني، كان سادد عني الرؤية، لحد ما شوية شوية الصورة المشوشة بقت واضحة قدامي. وأول شخص شفته كان ريان ومشمش. عيوني دمعت من الفرحة والسعادة وأنا مش مصدقة إني رجعت أشوف تاني. رفعت صوابعي وأنا بتأكد إني شايفاهم. دموع ريان نزلت وهو بيراقب رد فعلي. مسكت إيده وأنا بقوله بعياط: ريان أنا شايفاك. فرحته كانت باينة على وشه الأبيض وهو بيمسك إيدي قوي بيقول لي: اللهم لك الحمد، كنت متأكد إنها هتنجح. الدموع نزلت من عيني، الدموع اللي مسحتها بسرعة عشان أشوف مشمش القط الجميل اللي قرب علاقة كانت شبه مستحيلة. كان قط أصفر وجميل، وبصراحة تعلقي بيه زاد لما شفته. الحكاية ابتدت عنده وهتكمل معاه. يمكن ربنا جعلي نصيب إن أشوف تاني عشان دعوة شخص زي أبو ريان، ويمكن لحاجة تانية ربنا وحده اللي يعلمها. اليوم اللي حلمت بيه وكنت شايفة إن مش ممكن يتحقق اتحقق النهاردة. الفستان الأبيض، الورد، القاعة، كل اللي كنت بتمناه النهاردة اتحقق، حتى لفة الطرحة.
ما كنتش مصدقة إن كل ده بقى حقيقة. حطيت إيدي في إيد ريان ونزلت معاه قدام المعازيم كلهم. قعدت جنبه على الكرسي وأنا مش شايفة غيره، مش شايفة غيره هو وبس. سعادة الدنيا كلها كانت في عينيا اللي رجعت تشوف من تاني بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضله. وفي وسط أجواء الموسيقى الهادية كانت نظراتي بتتنقل على كل حد في القاعة، وكأني بشوف اللي ما كنتش شايفاه وأنا كفيفة، ومنهم خالتي وابن خالتي اللي مصدوم من جوازتي ومن رجوع نظري. كل ده كان بالنسبة لي حلم وكان صعب يتحقق، لكن اتحقق أخيرا. ومن بين كل ده بصيت لمشمش اللي قاعد جنبي في الكرسي بتاعي ومسترخي على الآخر، وكأنه مرتاح وفرحان لأن هيجمعنا بيت واحد. وطبعا البيت ده بيت والد ريان بعد ما خلاص الدنيا بينهم بقت تمام. أنا ما كانش ناقصني حاجة عشان أحس بالكمال. أنا كنت بفتقد نعمة زالت عندي، ولكن كنت بحمد ربنا على النعم التانية اللي موجودة عندي وغيري محروم منها. أنا لو كنت بتمنى يرجع لي بصري في يوم فده لأني كنت بتمنى أشوف ريان، كنت بتمنى أفتح لو لدقيقة واحدة عشان أحفظ ملامح وشه وبعد كده أرجع للضلمة تاني. بس ربنا كريم قوي، وعلى قد الصبر اللي صبرته على قد ما كانت النهاية غير متوقعة. وزي ما بيقولوا كل تجربة بيكون لها نقاط ضعف ونقاط قوة، وأنا نقطة القوة اللي عندي هي إني اتعلمت إن مفيش إنسان عاجز أو عنده عيوب. العيوب الحقيقية جوه عقول الناس اللي بتفكر تعاير أو تذل حد في حاجة خارجة عن إرادته، وقادر اللي ابتلاه قادر يشفيه ويبتليك لو انت بدأت بمعايرته.